ما ينبغي للإنسان أن يقول عن المرض خبيث حتى لو كان سرطان، ما ينبغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على امرأة اسمها أم السائب من الأنصار، فرآها ترجف من شدة الحمى، فقال لها: ما لك يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى. ولذلك ما يجوز للإنسان أن يسب المرض أو يصمه بشيء من الألفاظ التي تدل على كذا، يقول خبيث. هذا المرض لعله شهادة للإنسان، سبب من أسباب الشهادة. يمكن بنتك ولله الحمد ماتت شهيدة. الذي يموت في السرطان مرض باطني ينتشر في الجسم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المبطون شهيد بإذن الله جل وعلا. والعلماء لهم كلام طويل في المبطون هذا، منهم من يقول الفشل الكلوي، ومنهم من يقول السرطان، ومنهم من يقول أدواء أخرى. فالمقصود يا أخت الفاضلة، قولي مرض السرطان، لا تقولي مرض الخبيث.